لو تعبتي وزهقتي من تنظيف البيت وحاسه ان هو بياخد كل طاقتك ومجهودك ويومك بيضيع على الفاضي، وتلاقي نفسك اخر اليوم البيت اللي انتي منضفاه وطالع عينك فيه طول اليوم خلاص رجع تاني مش نظيف ولا كأنك عملتي اي حاجه، وكمان المطبخ اللي انتي نظفتيه رجع تكركب من تاني. لو حاسه ان انتي مش بتحبي شغل البيت فيبقى الفيديو ده ليكي. اهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. والنهارده فيديو تحفيزي، وهنتكلم مع بعض في شوية حاجات وشوية أخطاء بنعملها في حق نفسنا، ونحفز بعض على شغل البيت وعلى تنظيف البيت. طبعا يا بنات اللي عندها أطفال إجباري وحتما لازم تصحي قبلهم أقل حاجة كده بساعتين، أقل حاجة يعني يصحوا تكون انتي نظفتي البيت وجهزتي بعض الحاجات اللي هي للغدا. بعض الحاجات مش هقولك طبعا عملتي الغدا، بس جهزتي يعني لو في اي تجهيزات بسيطه كده تعمليها بحيث ان انت ايه لما اولادك يصحوا ما يبقاش الدنيا يعني كلها فوق دماغك والاطفال بيشتتوا. فتصحي بقى من النوم فنجان قهوه، كوبايه شاي بلبن كده، اللي هو انت مش هتاخدي كل حاجه على اعصابك، لا الدنيا رايقه كده، انت ست رايقه عارفه مصلحه بيتك، عارفه ان الساعه اللي بتضيع الصبح ما بتتعوضش. الساعه لو ضيعتيها الصبح هتفضلي طول اليوم بتدوري عليها. قهوتك في ايدك، مقشتك في ايدك التانية، وشغلي القرآن وفتحي الشبابيك، شغلي الغسالة بتاعتك، هتلاقي نفسك في كامل نشاطك. طبعا انتي لوحدك ورايقة وكده هتبصي تلاقي نفسك الشيطان بيضحك عليكي. اكتر وقت الشيطان بيضحك على البني ادم وهو لوحده وهو مش مشغول، يبدأ بقى يقلب كده في مخك على ايه، على مشكلة كانت حصلالك تبدأي تفكري فيها، تاكلي كده في نفسك، لا المفروض كنت قلت كذا، يا ريتني ما عملت كذا، يا ريتني مش عارفه ايه. لا انسي بقى الكلام ده خالص. انتي واحده صاحيه ولوحدك ورايقه، ولادك لسه نايمين، استغلي الوقت ده بقى. قلنا المره اللي فاتت وفي الفيديو اللي فات اتكلمنا عن ان احنا قبل شغل البيت لازم تقعدي تقري قرآن ولو ربع واحد بس. شايفين بقى الدفاية اللي انا فرشاها دي انا فرشتها كده على جزء من الركنة اللي بيقعدوا فيه الولاد، علشان بيبهدلوا لي الدنيا، يعني لو بياكلوا حاجة ولا بيعملوا حاجة الدنيا بتتبهدل. فدي بصراحة حمتها لي شوية لحد ما ربنا يكرمني كده واعمل لها الكفر. عايزه اقول لكم شاريه الكفر ولسه ما عملتوش لحد دلوقتي، شاريه القماشه بتاعته يعني. المهم تعالوا بقى نكمل. احنا قرأنا قرآن الصبح وشغلناه مثلا على التلفزيون على التليفون. انا كنت جايبه صب كنت وريته لكم قبل كده، الصب الصغير ده نفعني بصراحه، بشغلها على التليفون وعلى الصب طبعا بيسمعني بقى في كل الشقه، فنفعني في الموضوع ده. بشغل كل يوم سورة البقرة، ولقيت ناس كتير كاتبالي في التعليقات المرة اللي فاتت قلتولي ان انتوا بتقروا او بتشغلوا سورة البقرة الصبح. بصراحة هي يعني بركة في البيت، وبتشجع بقى بشغلها وبقعد اشتغل كده في البيت، عمال ما بتخلص بكون انا خلصت اللي ورايا. وكمان منها بتبقى مراجعة، اللي حافظ سورة البقرة بتبقى اللي هو بيراجعها ومش بينساها، واللي مش حافظها بيحفظها. على فكرة من كتر التكرار هتلاقي نفسك حفظتيها ودي نعمة كبيرة قوي من ربنا ان انت تحفظي سورة البقرة. انا هنا بستخدم دبس رمان اسمه الطيبات تقريبا. قولولي النوع اللي انتوا بتستخدموه ايه، لان انا مش عندي خبرة فيه بصراحة، فقولولي النوع اللي انتوا بتستخدموه، لان انا ايه حباه بصراحة مع ورق العنب، بيدي مزازة كده وبيدي طعم كويس معاه. طبعا يا بنات وقت الصبح ده الوقت رغم ان هو الوقت اللي بنعمل فيه شغل البيت، لكن لما بتكوني يعني بالخطوات اللي انا قلتلك عليها دي هيبقى الوقت بالنسبة لك اللي كله سعادة، اللي انت هتحسي ان انت مبسوطة فيه، اللي انت هتحسي ان انت بعد كده بتصحي بدري علشان انت بتحسي ان انت مبسوطة في الوقت ده، انت بتحسي ان الوقت ده بتاعك انت. بصوا في مجموعة كبيرة من العادات الصبح لو عملتيها بتعزز السعادة. بس اقوى عادة عايزة اكلمكم عنها، اللي هي الابحاث والاطباء كلهم اجمعوا على ان دي اقوى عادة بتعزز السعادة الصبح، هي الامتنان. ان انتي تذكري نعم ربنا وتحمدي ربنا عليها. يعني على طول احمدي ربنا على كل حاجة، عينيكي تيجي على اي حاجة بتاعتك احمدي ربنا عليها. حتى وانت بتطبخي كده قولي الحمد لله، افتحي التلاجة قولي الحمد لله، بتشربي كوباية شاي قولي الحمد لله.
الحمد لله الصبح على نعمة يوم جديد، الحمد لله على نعمة الصحة والعافية ان انا قادرة اقوم واخدم ولادي، الحمد لله على الاربع حيطان، الحمد لله على نعم ربنا اللي لا تعد ولا تحصى. قولي دايما ان شاء الله النهارده هيبقى يوم اجمل ان شاء الله، مش هفكر في حاجه وحشه ان شاء الله، هسامح، هتغاضى، هنسى، مش هفكر في مشاكل، مش هفكر في حاجه وحشه، انا مسامحه اللي اذاني، انا يعني انا راضيه. السعاده دايما بتيجي من الرضا، لو رضيتي بالقليل ربنا هيرزقك بالكتير، واللي ما بيرضاش بالقليل عمره ما بيرضى ولا بيشوف الرضا ولا بيشوف السعادة، حتى لو ربنا رزقه بإيه، حتى لو بقى عنده إيه، خلاص هو أصلا الرضا ده بيبقى نابع من جوانا، والإنسان اللي بيرضى بيفضل طول عمره راضي سواء معاه قليل أو معاه كتير. الإنسان بقى اللي ما بيرضاش ودايما يتمرد ودايما يحط همه على الظروف ويخلق الحجج والمبررات، ده لا بيرضى لا بقليل ولا بكتير. نرجع للصحيان بدري، لما بتعملي شغل بيتك بدري ده بيحسسك بالإنجاز، غير لما بتعملي شغل بيتك في خلال اليوم ويدوب تتلفتي كده تلاقي الدنيا باظت. فطبعا اللي عندها أطفال لازم تعمل شغل بيتها بدري، ده هيحسسك أول حاجة بالإنجاز، إن انتي أنجزتي حاجة، تاني حاجة هيعزز جدا ثقتك بنفسك، تالت حاجة هيحسن من حالتك النفسية وفوائد بقى كتير تانية. كمان هتلاقي وقت لنفسك بعد كده ان انت تعملي حاجة، ان انت تعملي حاجة لنفسك، ان انت تمارسي هواية، ان انت عايزة تخرجي، عايزة تعملي حاجة في حياتك تانية، هتلاقي فيه وقت عندك ان انت تعملي فيه حاجات تانية. وطبعا كلنا عارفين ان البركة في البكور. خلال اليوم بقى انا بالنسبه لي لو مسكت التليفون مثلا دخلت على اليوتيوب كده وقعدت اقلب ولقيت مثلا قدامي فيديوهات حاجة انا عايزة اسمعها، يعني ما بسمعهاش، بروح جاية عاملة ايه بقى، بروح جاية عاملة حفظ للفيديو، وعندي قائمة كده او المشاهدة لاحقا اضغط عليها، بروح جايه بقى ايه وانا واقفه بطبخ وانا بعمل شغل البيت كده، بروح جايه مشغله الفيديو اللي انا كنت عايزه اسمعه ده، يبقى انا من ناحيه ما هدرتش وقتي في الوقت اللي انا كنت بشوف فيه، ومن الناحيه التانية ايه سمعت برضو اللي انا عايزاه. باجي مثلا انا واقفه انا في عندي هوايه كده، نوع من الفيديوهات بحب اسمعه، يعني في انواع كتير بس في نوع بيشدني شويه، فالفيديوهات دي بروح جايه حافظاها او عاملاها في قائمه المشاهده لاحقا، وبعد كده وانا واقفه بقى ايه بروح جايه مشغلاها، فبستنى الوقت اللي انا هطبخ فيه، او بستنى الوقت اللي انا هعمل فيه حاجه او بشتغل فيه في البيت علشان اسمع الحاجات اللي انا بحبها دي. فده بيخليني حابه شغل البيت وحابه ان انا اقف اشتغل واقف اغسل مواعين مثلا، اقف اطبخ، اقف اعمل حاجه. فمن ناحيه ان انتي بتسلي نفسك وانتي واقفه، برضو طول ما انتي واقفه مثلا بتعملي شغل البيت مش لازم ان كل حاجه تبقى على اعصابك كده، لا انتي مثلا اعملي لنفسك فنجان قهوه وانتي واقفه، اعملي لنفسك حاجه تشربيها، خلي الوقت اللي انتي بتنضفي فيه البيت ده يبقى وقت متعه بالنسبه لك، مش وقت انتي بتتضايقي وانتي بتشتغلي في البيت، او حاسه ان شغل البيت ده حاجه ممله او حاجه بتزهقي منها او حاجه بتضيع لك وقتك او بتاخد منك طاقتك ومجهودك، لا انت حاسه ان دي حاجه مسليه بالنسبه لك، واخداها تسليه. على فكره طريقه ورق العنب دي بتنجز شويه، لكن انا مش بعمل بيها الصراحه، انتوا شفتوني في اول المقطع كنت قاعده بحشي عادي خالص على ايديا، بس الطريقه دي بقى ايه لما اكون بصراحه اول مره جربتها فيها كان عندي عزومه، وحطيت نفسي في موقف كده، كان عندي عزومه ورحت جايه ايه عامله محشي، وقرار المحشي خدته يوم العزومه، يعني انا كنت اصلا هعمل اكل فغيرت رايي يوم العزومه الصبح، ونزلت اشتريت الحاجات بتاعه المحشي وعملت كميه محشي كبيره في نفس اليوم. وطبعا العزومه كانت يعني كبيره وكده، فكان يعني كان وضعي اللي هو كنت بجري، فعلشان انجز بقى واعمل المحشي بسرعه بتاع ورق العنب انتوا عارفين انه بياخد وقت، فعملت كده فردت على كانت ترابيزه تانية بس برضو يعني قد دي كده، فردتها كلها. عايزه اقول لكم الترابيزه بتاخد كميه كبيره من ورق العنب، يعني انت ممكن يعني ده عندي كيلو،
انا ساعتها فردته على مرتين كده، الترابيزه خدت مرتين كده فردته، كان وقتها نص كيلو. طبعا احنا عزومه يعني مش هينفع نعمل كيلو ورق عنب، انا هنا عاملاه كيلو علشان مش هعمل غير ورق عنب وفلفل بس. في بقى واحده صاحبتي نصحتني قالت لي ايه، اعملي الفلفل ما تعمليهوش مع ورق العنب، اعمليه لوحده. وكده كده انا اصلا حاطاه علشان ريحه الفلفل بتبقى حلوه يعني فيه، فانا حاطه شرايح ورق شرايح فلفل. وزي ما انتوا شفتوا انا بحب الحركه دي، ان انا مش بس يعني ارص في القعر تحت الحله، في الحله من تحت احط فيها البصل والطماطم والفلفل والليمون والحاجات دي، لا انا كمان بحط في النص وبحط على الوش كده، بصراحه بتديها طعم حلو. وكمان لما بيبقى عندي شرايح جزر برضو، لما بيبقى عندي جزر بحط شرايح جزر، بس انا مش عندي دلوقتي. طبعا كميه المواعين بقى بعد ما خلصت، شايفين المواعين عامله ازاي، طبعا محشي مواعين. فبقى عندي كمية مواعين اهيت بعد ما خلصت. كان في وقت والله اغسلها وانا بعمل المحشي، بس بقى ايه كسلت، يعني مش كسلت، هي رجلي بتوجعني، فخلصت المحشي قلت بقى ايه ابقى يعني بغسل المواعين بعد ما اريح رجلي كده شويه. انا لما رجلي بتوجعني بروح جايه قاعده مثلا ايه تلت ساعه نص ساعه كده، بترجع كويسه وبرجع اقف عليها تاني عادي الحمد لله ايه، وابدا ان انا اشتغل يعني. هنا بقى انا بحب ان انا طبعا لازم اشطف المواعين الاول واغسل الحوض وبعدين اغسل المواعين، بحسها اسرع يعني، بحس كده الحركه دي اسرع. معرفش اغسل المواعين وهي في الحوض وافضل اشطف فيها طبق طبق والكلام ده، لا انا بشطفهم كلهم مره واحده واغسل الحوض وابدا اغسل شويه شويه كده، فبحس ان المواعين بتخلص بسرعه جدا، ما خدوش مني اي وقت خالص. نرجع بقى يا بنات لأهم حاجة تعمليها في خلال اليوم لو انتي عايزة تحسي ان انتي فعلا بتنجزي، ما بتحسيش ان انتي لا ده انا مجهودي راح على الفاضي، لا انا مش حاسة ان انا بعمل حاجة في خلال يومي، انا حاسة ان انا البيت اللي انا نظفته اتكركب خلاص، المطبخ اللي انا نظفته اتكركب وخلاص يعني انا ما استفدتش اي حاجة خلال اليوم. طيب هقولك على حاجة، احنا الحاجات اللي احنا بنعملها في خلال اليوم دي بتبقى حاجات كلها حاجات يعني الاستفادة منها قصيرة قوي، وقت قصير. يعني انتي مثلا بتروقي البيت ترويق يومي بيرجع يتبهدل، عملتي اكل خلاص اتاكل الحمد لله، ففي مواعين غسلتي المواعين، يعني بصي هي دايره كده مغلقه احنا ماشيين فيها. هقول لكم ايه اكتر حاجه بتخليكي فرحانه ومبسوطه وبتحسي فعلا ان انتي انجزتي؟ الحاجات اللي هي لما تعمليها بتقعد معاكي فتره طويله، يعني مترتبة، او تديكي احساس بالسعادة فترة اطول يعني، غير اللي هو انتي مثلا عملتي اكلة اتاكلت ساعتها الحمد لله طبعا اللهم بارك، لكن ايه حاسة ان انتي مجهودك خلاص مفيش، ما عملتيش حاجة يعني، ما انجزتيش حاجة. ايه الحاجات بقى اللي بتاخد مننا وقت اللي هي بتدينا شعور بالسعادة اطول شوية؟ الحاجات اللي هي مثلا مش بتتعمل كل يوم. زي ايه؟ بصوا انا كنت كاتبه 13 حاجه في الورقه اللي انتوا قلتولي ايه هم ال 13 حاجه يا نرمين، دول انا هعمل لكم عنهم فيديو مخصوص، دول اهم 13 حاجه لازم تعمليهم خلال اليوم. وعلى فكره هم مش تنظيف ولا ترويق ولا اي حاجه خالص، بس دول انا هعمل لكم عنهم فيديو مخصوص، لان دول فعلا حاجات مهمه، وانا والله من غير ما تسالوني كنت فعلا هعمل لكم فيديو عنهم لانها حاجات مهمه جدا. لكن انا هكلمك عن الحاجات النهارده اللي هي مثلا غسلتي الشفاط بتاع المطبخ، دي حاجة انت مش هتعمليها كل يوم، وحاجة انت لما بتعمليها كده بتحسي ان انت مبسوطة قوي، حاسة ان انت انجزتي حاجة. رتبتي مثلا ضرفة في الدولاب، الضرفة دي انت مش هترتبيها كل يوم، او مش هتتبهدل في نفس اليوم، مش هتتبهدل تاني يوم ولا تالت يوم. فانت لو عملتي، مش لازم كل يوم تعملي حاجة زي كده، بس لو كل حتى يومين كل 3 ايام عملتي حاجة زي كده هتحسي ان انت بتنجزي فعلا في البيت، انت مجهودك يعني بتعملي مجهود في البيت بس بيبان عليه. فالحاجات الصغيرة دي هي دي اكتر حاجات في البيت بنحس ان احنا مبسوطين لما بنعملها. التنظيفات اللي هي يعتبر عميقة يعني،
لكن صدقيني مش هتاخد منك وقت خالص ولا حتى نص ساعة. انتي لو مسكتي ضرفة واحدة، كنت قبل كده كلمتكم عن ان انا معودة نفسي على حاجة، ان وانا بطبق الغسيل الضرفة اللي بلاقيها متبهدلة بنزلها واروح جاية مطبقاها. او مش لازم تتطبق كلها، يعني ممكن تلاقي نصها متطبق ونصها مثلا كده ايه مش مظبوط، فبنزلها واظبطها كده واحطها تاني. دي عادة بعملها وانا بطبق الغسيل، وبصراحة ايه بتخلي الدولاب بتاعي من الموسم للموسم، من الموسم الشتوي للموسم الصيفي كده مثلا بيبقى الدولاب ما بحتاجش ان انا اعمل له ترتيبات او كده، يعني بيفضل نظيف مترتب. اكبر خطأ بقى يا بنات عايزة اكلمكم عنه، دي حاجة يعني انا اتعلمتها من ماما، وهي السرعة. اكبر خطأ انا عملته ان انا كنت بطيئة، بس والله يعني انا ما كنتش بحس نفسي ان انا بطيئة. عايزة اقول لكم ان انا اكتشفت ان انا بطيئة في شغل البيت من الفيديوهات. انتوا متخيلين؟ من الفيديوهات حسيت ان انا بطيئة، لا ايه ده، انا المفروض ابقى سريعة عن كده. فلما سرعت نفسي، وعايزة اقول لكم ماما مثال السرعة بقى ما شاء الله عليها اللهم بارك يعني، هي كانت دايما بتحفزنا على ان احنا نشتغل بسرعة في البيت. ف هي ما شاء الله سريعة، فأنا اتعلمت منها السرعة دي، إن الواحد لما يشتغل فعلا بسرعة بيوفر طاقة ومجهود كتير جدا، وبيخلص شغل بيته بسرعة، وبتلاقي وقت فعلا لنفسك. فالسرعة بتخليك ان انتي تنجزي وتوفري وقت كتير. وحاجة تانية كمان، مش بس ان انت تبقي سريعة، لا كمان ان انت ما تاخديش فواصل كتير ما بين الشغل، بحيث ان انت ايه يعني لو انت مثلا عايزة تقعدي مثلا تشربي فنجان القهوة ده عشان او تريحي شوية، اللي هم 5 دقايق، اللي هم 10 دقايق، لكن مش مثلا ايه تكوني بتعملي شغل البيت تروحي تقعدي شوية مثلا تتكلمي في التليفون او تتفرجي على التلفزيون، او يعني ايه الحاجات اللي بتعطلنا دي. دي بقى بتضيع اللي احنا بننجزه، او بتضيع الصحيان بدري اللي احنا لما بنصحى بدري يعني. بس ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون مفيد ليكم وعجبكم. اكتبوا لي تحت في التعليقات وقولوا لي بتنجزوا ازاي في البيت، وبتحبوا شغل البيت ازاي، ايه الحاجات اللي بتساعدكم تحبوا شغل البيت وتنجزوا اكتر. واشوفكم في فيديو جديد. ما تنسوش بقى تحطوا لايك على الفيديو وتقولوا لي ايه الحاجة اللي استفدتوا منها النهاردة في الفيديو. يا رب يكون الفيديو كان خفيف عليكم، واشوفكم فيديوهات جاية كتير. مع السلامة.